ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل يا جماعه كيكه خطيره. طعمها وشكلها وريحتها وقوامها خطير بجد. عايز اقولكم ان قوام الكيكه دي كده يعني غير اي كيكه ممكن تكونوا جربتوها قبل كده. طعمها خطير. هي ماربل كيك بس يا جماعه بجد من الاخر متغطيه كده بتبقى من الشوكليت مع المكسرات. خطيرة، لازم بجد تجربوها لانها بجد حلوة قوي وبسيطة. وعايز اقولكم ان هي من جوه كده تحسوا ان هي ناعمة قوي، طرية كده وهشة. بس بجد يا جماعة خطيرة. مقادير بسيطة وخطوات بسيطة وهنطلع قالب كيك رهيب. عندي في البولة كده هحط السكر وزبدة تكون لينة بدرجة حرارة المطبخ، وهبدأ كده اخفق فيهم شوية لغاية ما السكر والزبدة يبدأوا يندمجوا مع بعض. بعد كده عندي حليب هبدأ انزله على 3 دفعات. هنزل اول دفعة وابدأ اخفق شوية الزبدة مع الحليب والسكر بشكل كويس. بعد كده هنزل الدفعة التانية من الحليب وهفضل اخفقهم مع بعض لغاية ما يتجانسوا ال3 مكونات، الزبدة والسكر والحليب. بعد ما خلصنا خلاص كمية الحليب بتاعتنا، عندنا بقى كده على جنب عندنا 3 بيضات حاطين على درجة حرارة المطبخ. هنبدأ ننزل بيهم بقى بيضة بيضة مع بعض، هناخد بيضة ونحطها كويس لغاية ما تختفي تماما. هننزل التانية نضرب برضه لغاية ما تختفي تماما. هننزل التالتة لغاية ما نخلص ال3 بيضات بتوعنا. كده احنا خلصنا من المكونات السايلة. تعالوا بقى ندخل على المكونات الجافة. عندي هنا بقى الدقيق وهحط عليه رشة ملح، رشة صغيرة من الفانيليا والبيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. وهكتب لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. هقلبهم كويس قوي مع بعض كده لغايه ما يندمجوا واتاكد ان هما اندمجوا تماما مع بعض. هبدا بقى نجيب الخليط السائل ونبدا ننخل المكونات الجافه على الخليط السائل لغايه ما نخلص كميه الدقيق اللي عندنا. هبدا بقى ننخل اول دفعه كده، وبرده بالمضرب كده نبدا نخفق لغايه ما يبقى كميه الدقيق اللي احنا هنحطها. هناخد الدقيق على حوالي 3-4 مرات، وكل مره بندخل الدقيق ونخفق معاها لغايه ما نحصل على قوام كيكي كريمي جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا هنعملها ماربل كيك، فهناخد بقى كوبايه كده من الخليط بتاع الكيك بتاعنا. خليط الكيك شايفين ناعم قد ايه. هنحضر بقى الحاجات اللي هنحطها على الجزء بتاع الكاكاو. عندي ربع كوبايه من الكاكاو الخام منخوله، وضروري تكون منخوله ما يبقاش فيها تكتلات من جوه. وعندي كمان زيت نباتي، وعندي بقى حليب هضيفه بالتدريج كده لغايه ما وانا بقلب كده كل المكونات تبدا تختفي، ويبدا عندي الخليط كده انسيابي وناعم ونقدر نشكله بمنتهى السهوله. فاحنا حطينا كميه الزيت كلها والكاكاو كلها. اما الحليب هنزودها شويه بشويه لغايه ما نوصل للقوام اللي هوريه لكم دلوقتي. نوصل للقوام ده مفيش اي تكتلات للدقيق للكاكاو، وكله بقى كده خليط كاكاو. هنجيب بقى القالب السيليكون بتاعنا او اي قالب كيك انتوا بتستخدموه، وهنبدا بقى كده نحط كميه زي ما انتوا شايفين كده بالمعلقه من تحت. هنبدا بقى نحط فانيليا، بعد كده كاكاو، بعد كده فانيليا، بعد كده كاكاو لغايه ما تخلص الكميه بتاعتنا كلها. في الفترة دي هنكون بقى بنسخن الفرن كويس قوي على درجة حرارة 180 ضروري عشان الكيك ينفش معانا ويبقى كده ناعم من جوه وهش. الكيك لازم نخبزه على طول، يعني واحنا بنحضر اخر خطوة بنكون بنسخن الفرن على درجة حرارة 180. نخلص كده خلاص نشكل الكيك بتاعنا، نبدأ على طول في الفرن نحطه في الرف اللي في النص. وطبعا هنسيبه بقى من 30 ل35 ل40 دقيقة حسب نوع الأفران. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها بأي معلقة كده أو أي ستيكس عندنا نبدأ بس نقلب كده عشان الكاكاو مع الفانيليا يبدأوا يندمجوا مع بعض من جوه.
بعد كده هبدأ بقى اخبز الكيك بتاعي وهسيبه زي ما قلت لكم من 30 ل 35 او 40 دقيقة حسب الافران. يبدأ كده ينتفخ من فوق ويعلى، وندخل كده اي ستيكس من جوه تطلع نظيفة كده. خلاص الكيك بتاعنا استوى. مش هقدر اوصف لكم الكيكة طالعة خطيرة قد ايه. عندي بقى هنا عشان نعمل طبقة الشوكليت اللي من فوق دي، هي سهلة وبسيطة جدا. اي نوع شوكليت انتوا بتستخدموه في البيت ندوبه في حمام مائي، ونحط عليه معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده هنزل عليهم بقى ربع كوبايه كده من اي مكسرات او من فول سوداني. انا حطيت ربع كوبايه من فول سوداني تكون مجروشه جرشه خشنه مش ناعمه قوي. هقلبهم مع بعض كويس قوي، والكيك لازم يكون طبعا بارد تماما تماما علشان طبقه الشوكولاته ما تسيحش وتبدا تمسك فيه. بعد الكيك بتاعنا ما بارد تماما، حضرنا صوص الشوكليت بقى، وهنبدأ نغرق الكيك كله من فوق زي ما انتوا شايفين، وبينزل على الاطراف براحته. ما بندخلش ولا بنعمل بالمعلقة ولا اي حاجة، بنغرق من فوق بينزل في الاطراف زي ما هو عايز بقى كده. بعد كده هندخلها التلاجة بقى كده 10 دقايق تجمد بس الطبقة اللي من فوق وتتشكل معايا، وتبقى قالب كيك ما حصلش يا جماعة، بجد خطير. الكيكه اصلا طعمها حلو قوي، كمان طبقه الشوكليت مع الفول السوداني من فوق تحسوا كده ان انتوا بتاكلوا سنيكرز. هي خطيره بجد، طعمها حلو قوي. ويا جماعه بجد جربوها، مش قادره اوصف لكم هي قد ايه هشه من جوه. بص بقى واحنا بنقطعها، المربل كيك حلو قوي. طعم الشوكليت فيها كمان حلو وباين وظاهر. الطبقات بتاعتها حلوه، كل ما بنقطع طبقه الشوكليت معانا مش بتتكسر، بتبقى متحافظه على شكلها زي ما انتوا شايفين. قطعناها بقى طبعا حطيناها في طبق، وطبعا اكيد مش هننسى كوبايه الشاي جنب ألذ كيك ممكن نكون عاملينه. بجد يا جماعه خطيره، طعمها حلو قوي. الكيكه هشه من جوه، طبقه الشوكليت من فوق ماسكه نفسها مش بتسيح او بتتكسر لما بنيجي نقطعها. كل قطعه محافظه على طبقه الشوكليت من فوق زي ما انتوا شايفين كده. ودايما يا جماعه بجد لازم تجربوا الوصفه دي، هتعجبكم جدا. لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا، لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد.